مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم، وهذه تحية طبعا لكل أصدقاء وأوفياء هذا اللقاء من الأسرة والتغذية على أمواج ميديا. فكالعادة نرحب دائما بالأستاذ نبيل العياشي، اختصاصي في علم الحمية والتغذية. صباح الخير أستاذ نبيل العياشي. صباح النور الأخت سعيدة، الله يبارك فيك. شكرا لك. كلشي مزيان؟ صباح الحمد لله، تنفرحوا في حق ملي تنكونوا معاك وفي إذاعة ديالنا المحبوبة إذاعة ميديا. إذن كنتمناو نكونوا عند حسن ظن جميع المستمعين ديالنا، وكنتمناو لهم بالتأكيد الصحة والعافية. اليوم أستاذ نبيل العياشي غنتوقفوا مع التغذية والمرأة الحامل. فكما هو معروف مستمعينا، تساهم التغذية السليمة طبعا خلال فترة الحمل في منح الطفل انطلاقة جيدة في حياته. فالتغذية الصحية تساهم خلال فترة الحمل طبعا في صحة جيدة للجنين، وهي أحد العوامل المؤثرة جدا على الحمل وعلى المرأة الحامل. ترى ما الذي ينصح بأكله وشربه في فترة الحمل؟ ما هو النطاق الطبيعي للزيادة في الوزن؟ وكيف يتم التخلص من الوزن كذلك المفرط في هذه المرحلة؟ وإجابات أخرى عن أسئلة أخرى بالتأكيد سنحاول الإجابة عليها في هذا اللقاء من صباح الأسرة. إذن أستاذ نبيل العياشي، أول ما يمكن طرحه بالنسبة لهذا الموضوع كسؤال، طبعا ما هو الهدف الأساسي والرئيسي من هذه التغذية عند المرأة الحامل بشكل عام؟ نعم، فتنعرفوا بأن المرأة الحامل يعني تيطرى عليها مجموعة ديال التغيرات داخل الجسم ديالها هرمونيا وفيزيولوجيا، وكما رسالة اللي تنعطيو دائما المرأة الحامل أنها ما تتبقاش ما خصهاش تبقى داغي في راسها. نعم، في الحقيقة ملي تتعرف بأنها حامل بحال اللي كتوقف كتبقى تفكر شنو غدير، كيفاش غتحضر البيت، كيفاش المستشفى اللي غتولد فيها وأشياء أخرى والسمية وداك الشيء، ولكن كنساو التغذية اللي هي مهمة جدا. أكيد، لأن المرأة الحامل خصها تعرف بأن هي ما خصهاش تبقى داغي في راسها، وخاصها ديها في راسها. ما ديهاش في راسها وديها لا، ما ديهاش غير في راسها، ديها في راسها وفي الجنين اللي عندها، وماشي تنسى راسها نهائيا عاوتاني. نعم، يعني خص بجوج، يعني خص يكون توازن، يعني ديها في الجنين اللي عندها في البطن ديالها وديها في راسها حتى هو. لان المشكل اللي تيوقع هي اما تتولي المراه تتفكر غير في راسها هي، نعم بالفعل، تتكون واحد الجانب اناني في الجانب الغذائي، او لا تتنسى راسها وما تتبقاش ديها في راسها، تتفكري في الجنين، وهذا خطا. علاش؟ لان باش نجاوب على السؤال ديالك اختي سعيده، الهدف من التغذيه عند المرأة الحامل كاين هناك مجموعة أهداف. أكيد أن الهدف الأول هو النمو الصحي والسليم ديال الجنين. نعم، هذا هو أول نقطة خصنا، لأن كاين بعض النساء تيسحب لهم واش أن الجنين غيبدا في النمو وغادي يكون والصحة ديالو غتبدا تولي خصنا نردوا لها البال حتى يتولد. نعم، وهذا خطأ. لأن من خلال الحوار ديالنا مع مجموعة ديال النساء الحوامل فاش تيجيو تيقول لك واش هاد الماكله غتضرو حتى هو، واش حتى هو غتنفعو، واش يعني مثلا السيجاره مثلا تقول واش هو باقي حتى نولد حتى يبدا يرضع. لا، راه اثناء الحمل راه تاثري بشكل سلبي على الجسم، على الجنين ديالك، من ناحيه السيجاره ومن ناحيه المشروبات الكحوليه وحتى من ناحيه الاغذيه اللي هي غير جيده. نعم. فقلت ان الهدف الاول والرئيسي هو واحد النمو صحي وسليم ديال الجنين داخل البطن. نعم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو الاستعداد لإضرار مادة الحليب ما بعد فترة الولادة. غتكون هي مسؤولة على التغذية ديالو في البطن ديالها ومن بعد ما يتولد. نعم، لأن الحليب ما تنبقاوش نهيئوا له باش يكون الحليب، ماشي حتى تولد عاد تنبقاو نوجدوا الحليب. أثناء فترة الحمل النظام الغذائي يقدر يأثر سلبيا ولا إيجابيا. اثناء النظام الغذائي ديال اثناء فتره الحمل يقدر ياثر على ظهور الحليب ديالها من بعد الولاده. بالفعل، لان هناك شك بان ما عنديش الحليب، ما كاينش الحليب. مساله غير عاديه باش المراه ما يكونش عندها الحليب من بعد الولاده، ماشي عاديه، مساله غير عاديه نهائيا. طبيعي يعني ان كل ام خص يكون عندها الحليب في الثدي ديالها، هذا هو الطبيعي. كاين هناك مجموعه عوامل تؤثر يعني على هذا موضوع اخر ربما نرجع له من بعد. نعم. المراه المرضع كاين هناك مجموعه عوامل تؤثر على عدم وجود الحليب عند المراه من بعد الولاده. فقلت ان يعني الاهداف اثناء فتره الحمل هو اولا
يكون هناك نمو جيد للجنين. ثانيا ان المراه كذلك تكون في صحه جيده، وتفادي مجموعه ديال الامراض اللي تقدر تصاحب هذه المرحله الحمل. ونوجدوا كذلك ما بعد الولاده باش يكون عندنا الحليب. نعم. فبان لو اننا خلال هذيك 9 اشهر ديال الحمل نحترموا مجموعه قواعد اللي غادي نشوفوها، غادي يمكننا اننا نحققوا هذه الاهداف. نعم. اذا زياده الوزن اللي كتكون عند المراه الحامل هي طبيعيه، او لا النطاق اللي خصها تكون في هذه الزياده طبيعيه؟ يعني واش خصها تكون عندها زياده محسوبه ولا نعم شحال ما قدرت تاكل؟ لان اللي معروف استاذ نبيل العياشي ان المراه غير كتعرف راسها بانها حامل، كذلك لونتوراج الام ديالها اللي معاها تيقولوا لها وصافي كلي خصك تاكلي، راك كتوكل معك شخص اخر، يعني كلي لجوج الناس تيتهلاو فيها تعطيوها جوج من الحاجه. هنا هذه القضيه ديال جوج الناس مهمه. وتتبدا تبارك الله تاخذ راحتها في الماكله والوزن تيتزاد شويه الفشوش. ضروري. نعم. فهذيك هذه المساله ديال الجوج الناس في علم التغذيه ما تنقولوش تاخذ الجوج الناس، تاخذ جوج المرات احسن. يعني تنلعبوا على الجوده ماشي على الكميه ديال الاغذيه. يعني هذه النقطه اللي خاصها تعرف المراه الحامل، ماشي خاصها تاخذ جوج المرات احسن، جوج قياسات. لا، خاصها تاخذ ماشي جوج المرات كثر، خاصها تاخذ جوج المرات احسن. نعطيك مثال. نعم. كانت الصباح تتفطر بنص كوميره مثلا، ماشي غير خاصها تاخذ كوميره. فوالا جوستومون هادشي اللي كيوقع. اللي خاصها دير هو ان الا كان هذاك نص كوميره سي دو بان بلون، خاصها تبقى تاخذ نص كوميره ولكن تبدلها بلو بان كومبلي مثلا. نعم، الخبز الكامل. الا كانت الصباح مثلا تتفطر بالزبده، خاصها تبدل هذيك الزبده، ماشي غدوز من معلقه لجوج المعالق، غتحيد هذيك معلقه الزبده وغتعوضها بمعلقه ديال زيت البلديه مثلا. نعم. الا كانت في الغداء تاخذ مقليات، ماشي كانت تاخذ تبسيط فريت غتولي تاخذ جوج طباصل الفريت، لا، غادي نحيدوا هذاك الفريت وغنعوضوه بالطاجين وهكذا. يعني المراه خصها تاكل جوج المرات احسن، ماشي جوج المرات اكثر. لان المشكل ديال الزياده في الوزن هو مسألة عادية ومسألة طبيعية أن يكون هناك زيادة في الوزن عند المرأة، لأن تنعرفوا بأن خلال فترة الحمل كاين هناك يعني الوزن أولا ديال الجنين اللي تيبقى غادي وتزاد تقريبا 3 حتى 4 كيلو اللي تيتزاد، كاين هناك ديال بلاسينتا إلى آخره. نعم. فالوزن العادي اللي خصو يكون عند المرأة ما بين 10 حتى ل 12 ولا 13 كيلو في 9 شهور. 10 ما بين 10 حتى ل 13 كيلو. يعني بدات الفتره الحمل ديالها مثلا ب 60 كيلو، فإلا ولدات ب 70 ولا يعني ماشي ولدات، يعني في نهايه الحمل ديالها كان فيها 70 ولا حتى ل 75، راه عاديه. مزيان، هذا مزيان، عاديه جدا. علاش قلت قبيله ان المراه ما خصهاش تفكر غير في راسها؟ نعم. حيت شنو تيديروا النساء خلال فتره الحمل؟ يا اما تيبقاو عاطينا الاغذيه غير صحيه، او لا نساء اللي تيتبعوا حميات نعم فترة الحمل. نعم، هذا هو السؤال اللي كيتطرح كذلك، لأنك تخاف من زيادة الوزن وكتبدا تحاول انها تنقص، لان كيوقع كتنفخ كيتزاد لها في الوزن وكتبقى دير هي حميه. نعم، هذا خطا، تبدا تبعد من بعض الاغذيه. واش هذا؟ نعم، على حسب الاغذيه اللي غتبعد منهم اشنو هما الاغذيه اللي خصها تبعد منهم ما عندهمش علاقه غير بالزياده بالوزن، عندهم علاقه حتى بالصحه ديال الجنين. لان كيف يعقل انني ندخل الجنين هو باقي في البطن ديال الام ديالو، هو باقي عاد فتره نمو، وهو باقي كما تنقولوا عاد تندي السواري ديالو تيداروا، وحنا تندخلوا اغذيه اللي هي سامه، اغذيه اللي هي مضره، اللي غادي تضروا، اللي غادي تاثر حتى من بعد الولاده ديالو. فالمراه خصها تعرف، المراه الحامل خصها تعرف بان الزياده في الوزن انا كيف ما قلت قبيله شيء طبيعي. بطبيعه الحال الا زادت 30 كيلو نعم هنايا زياده مفرطه كتكون. الا زادت 20 كيلو هذا مشكل، ولكن كاينه نقطه اخرى، هو بشحال بدات الحمل ديالها. لان يقدر الزياده في الوزن مثلا هي الوزن المثالي ديالها هو 60، بدات الحمل ديالها ب 70، ما كانش باينه داك 10 كيلو. منين زادت 10 كيلو اخرى اثناء فتره الحمل عاد ولات باينه بانها سمينه، وعاد ولات تقول خصني نتبع حميه. هنا ماشي هذيك الزياده اثناء الحمل هي اللي بيناتها سمينه، راه حتى ديك الزياده اللي كانت عندها قبل فتره الحمل. هنا كيخص ضروره تكون متابعه من طرف اختصاصي باش كياخذ لها الوزن ديالها وكيكون متابعه. ضروري وخاص النساء يعرفوا يعني قبل ان يكونوا تيستعدوا للحمل. كذلك الا كانت عندها الزياده في الوزن، كانت عندها سمنه، هنا خاصها تعالج مشكله السمنه قبل ما تطيح في الحمل. علاش؟ باش ملي توصل لفتره الحمل حنا قلنا بعدا الحميات الغذائيه، هذه قاعده خاص الناس يفهموها، خصوصا النساء. الحميه الغذائيه من اجل التخسيس في الوزن، من اجل نقصان الوزن، ممنوعه اثناء فتره الحمل واثناء فتره الرضاعه.
لان غضر بالتاكيد الجميع. لان الهدف يسمحوا لي الامهات ولا النساء، الهدف هو نعم الهدف هو الطفل، هو الجنين، هو الرضيع. هو الهدف الاول. عاد تجي من بعد الام او لا المراه بالتاكيد حتى هي نفس الشيء. الشعور ديالها هو انها ولدها غيكون في المرتبه الاولى، عاد تجي غير يمكن ما كتردش البال او ما كتحسبهاش هكا، ما تتحسبش هكا. لان المشكل شيء انا نقول لك بين المشاكل ديال الزياده في الوزن اثناء فتره الحمل مثلا هو عدم القيام بالمشي. وهذه مساله حنا تنعرفوها، ان انا ما تنعممش، ولكن الاغلبيه ديال النساء وباش خصوصا ملي تكون الحماله الاولى شويه دفشوش، شويه ديال هادي ما تتبقاش تحرك، جيبوا لي، عطيوني، اراو لي، ديوني الى اخره. فهنا تتقل الحركه بشكل كبير، وبالتالي تؤدي الى زياده في الوزن. اذا كيفاش تحارب زياده في الوزن؟ خاص يكون هناك مشي. بالنسبه للمراه الحامل هو ما تنصحوهاش بالوقيف، ما خصهاش تبقى توقف، ولكن خصها تمشى. يعني نقطة اللي هي مهمة ونقطة اللي هي ضرورية. يعني المشي مفيد بالنسبة للمرأة الحامل 20 دقيقة 25 دقيقة حتى 30 دقيقة في اليوم، يعني طيلة فترة الحمل بالعكس مفيد بالنسبة لها، ولكن الوقيف تبعد منه، لأن الوقيف يقدر يخلق لها مشاكل. فالحفاظها على هذه الحركة ديالها العادية، وبحفاظها على 30 دقيقة ديال المشي في اليوم بالإضافة للحركة العادية اللي كنت تقوم بها، هذا غادي يساهم في عدم الزيادة في الوزن الغير طبيعي والغير العادي. نعم، وهذا هو الهدف. نعم، إذن زيادة الوزن الطبيعية، وعرفنا بأن النورمال أنها تكون عندها زيادة في الوزن. الآن أستاذ نبيل العياشي، خصوصا المرأة اللي كتكون في ال3 شهور الأولى كتكون عندها بعض المشاكل، منها مثلا كيجيوها دي نوزي، كيجيوها تقياء، يعني كتبقى ترد بزاف. نعم. كيفاش يمكن تتعامل مع هذه الفترة هذه وتغلب على هذا القائل؟ لأن هنا كنشوفوا بقدر ما أن تقدر الحامل كتكون كتاخذ الماكلة بزاف أو كتاكل بزاف، الاخرى اللي كتعيش هذا المشكل ديال ما كتاكلش وكيوقع لها واحد نقص في الوزن كذلك. أكيد. يعني نعم كاين هذا الجانب هذا ديال ان بعض النساء يعني تجيهم فتره الحمل، خصوصا كيف ما قلتي اختي سعيده في الاياش 3 شهور الاولى، ان تيكون عندهم هناك تقيؤ بشكل كبير. نعم. وهنا تيفرضوا ولا تيحاولوا يتهربوا ما امكن من الاغذيه. نعم. باش ما يكونش عندهم تقيؤ. نعم. فهنا النصيحه اللي تنعطيو اولا هما انهم يفرقوا الماكله ديالهم، ما يعتمدوش على 3 وجبات رئيسيه. يعني كيفاش دير؟ يعني مثلا غتاخذ في الفطور مثلا غتقسم الفطور على 2، غتقسم الغداء على 2، وغتقسم العشاء على 2. يعني كل الوجبات تقسمها. فعاد ما دير 3 وجبات رئيسيه، دير 6 الوجبات مثلا ولا 5 الوجبات في اليوم. علاش؟ باش تدخل كميات قليله للجسم ديالها. ومني غتدخل هذه الكميات قليله يعني ربما ما يكونش عندنا هذاك التقيؤ بشكل كبير. وهنا في هذه الحالات هذه هنا فين تلتجئوا المكملات الغذائيه. هنا كتكون ضروري تعطى لها مكملات. ضروري يعني باش الناس يفهموا بان احنا راه ماشي ضد المكملات، ولكن ضد الحالات العاديه اللي تيستعملوا فيها الناس المكملات. اما في هذه الحاله هذه الان في هذه الحاله مثلا اللي كتكون بحال مريضه الان. نعم. لان علاش دائما غنرجعوا ان الهدف هو هذاك الجنين باش يعني يكون في هذه الحالات. نعم في هذه الحالات كيف ما شرتي لان تيكون هناك نقص حاد في الفيتامينات وفي الاملاح المعدنيه كتعاني المراه. فهنا تنعطيو الحديد ولا تنعطيو بعض الاملاح المعدنيه ولا بعض الفيتامينات سو فورم دو كومبليمون اليمونتير. علاش؟ باش ما يكونش هناك النقص في الاغذيه، ومباشره من بعد تترجع النظام الغذائي ديالها تتولي تاكل عاديه. تنرجعوا تنحيدوا المكملات الغذائيه وتنرجعوا للماكله ديالها عاديه. يعني هذه مساله اللي هي ضروريه وخاص المراه تعرفها، ان اولا ما تبقاش تعتمد غير ماشي يسمعونا دابا تنهضروا على المكملات يقول لك صافي غنبقاو ناخذوا المكملات. طيله الحمل كتبقاش. لا هذا خطا. هي راه لا علاقه ما بين المكونات الغذائيه الطبيعيه والمكونات الغذائيه الكيميائيه ولا الاصطناعيه. بطبيعه الحال ما كاينش هناك علاقه. غير هو اللي تنبغيو نقولوا ان الا كانت ضروري نلتجئوا للمكملات. اذا وصلت لمرحله انها ما كتاخذ، انا ما كاينش هناك كاع يعني كاين فقدان الشهيه بشكل كبير او كاين هناك تقيؤ بشكل كبير، ففي هذه الحاله تنلتجئوا للمكملات الغذائيه غير واحد الوقت اللي هو وجيز، فتره محدوده، ومن بعد تنرجعوا للنظام الغذائي ديالنا العادي، النظام الغذائي ديالنا اليوم. غير هي بغيت نشير لواحد المساله، هو ان اثناء هذيك الفتره ديال التقيؤ بالنسبه لهذيك المراه اشنو تنديروا؟ لان المراه غالب الاحيان في هذيك فتره الحمل خصوصا في الشهور الاولى كاين اغذيه اللي تتزيد تعزز عليها. نعم. وكاين اغذيه اللي تتكرهها اللي ما كخصهاش تتشمها. نعم. الرائحه ديالها ما كتقدش عليها. نعم. الوغ المشكل اللي تيوقع هو ان اثناء هذيك الفتره ديال التقيؤ ربما تنجيبوا لها الماكله اللي تتعجبها. هذيك الماكله اللي تتعجبها تاكلها وتتقيا من بعد. نعم. تتولي تكره حتى ديك الماكله اللي تتعجبها.
لهذا شنو مشكله نعم. فشنو تنديروا؟ تنحيدوا هذيك الماكله اللي تتعجبها، تنعطيوها لها خارج او اوقات ديال القيء. يعني ملي تيكون فتره ديال القيء ما تاخذش هذيك الاغذيه اللي تتعجبها. علاش؟ لان باش نفسيا ما تزيدش هي تاثر عليها وتولي حتى هي ما تتبغيهاش، صدق ما واكله حتى حاجه. نعم. لان الناس شنو تيديروا خلال هذيك الفتره مثلا ديال القيء؟ تيقولوا لها وها كيكون لي غير هذه تتعجبك، هي تاخذها تيوقع لها نفس المشكل، تترد عاوتاني تتولي حتى هي ما عاجبهاش. فملي تيكون ردان نحاولوا ما نعطيوش هذيك الاغذيه، نخليو واحد شويه الوقت وعاد نعطيو هذيك الاغذيه باش نفسيا السيده ما يكونش عندها مشكل نفسي وتولي تكره جميع الاغذيه. وهنا غتولي تقول لك راه حتى هذيك اللي كليتها غنردها، حتى هذيك اللي كليتها غنردها، تخاف. تولي تتخاف. نعم. فقط واش كاين شي حاجات اللي يمكن تنقص من ديك لي نوزي خصوصا ديال الصباح مثلا؟ شنو خصها تاخذ في الصباح باش تقدر تنقص من ديك الردان مثلا؟ نعم. هو خصها تبعد من الاسباب ديال الردان. يعني شنو اللي تيخلق لها مشكل؟ لان كاين اللي كيف ما قلتي قبيله تشم رائحه مثلا ديال المرقه، ولا تشم رائحه ديال الكسكسو، ولا رائحه ديال الطاجين، ولا مثلا يعني خصها تبعد من الاسباب اللي تؤديو لهذاك المشكل. هذه هي الامام باش نحبسوا مثلا الردان بواحد النوع من الاغذيه. فهذه ما يمكنش، لان المشكل في حد ذاته هو مشكل مرتبط بعض الاحيان بالطبيعه ديال الاغذيه ولا بواحد الغذاء من الاغذيه. لهذا اللي خاصنا نديرو كيف ما قلت هو ان خاص يكون بعدا جانب نفسي. الجانب النفسي نعم. مهم تأكيد. كذلك خاصها تفهم بان راه الا ما كلاتش راه غيأثر على الصحه ديالها وغيأثر على الصحه الجنين ديالها. تحاول ما امكن انها تاكل من بعد ما ترد تعاود تاكل عاوتاني، لان متى ترد تخرج كل شيء من الجسم ديالها. ولكن تنعاود ناكد على هذه المساله، ماشي عيب اننا ناخذ المكملات الغذائيه في هذه المرحله هذه بالضبط. علاش؟ باش ما يكونش عندنا نقص الحاد في الفيتامينات وفي الاملاح المعدنيه، وكذلك في المكونات الغذائيه الاخرى، البروتينات الى اخره، اللي يقدر ياثر على السيروره ديال الحمل في طيله الفتره ديال 9 شهور، او لا يقدر ياثر كذلك حتى على النمو ديال الجنين. نعم. انا بغيت غير نوضح بالنسبه لهاد السيده اللي كيكون عندها الغثيان او عندها لي نوزي، مثلا في الشرب خصها تاخذ عي جغيمه، ولا في الصباح كنسمعوا بان من الاحسن تاخذ عي بسكوي باش ما كيزيدش يطلع لها. ما عرفتش واش هذه طرق شائعه فقط؟ لا، هذه يعني مجرد اشاعات. لان شرب الماء، لان كاين مثلا اللي هي يعني كل حاله هي حاله خاصه بها. لان كاين اللي تيكون عندها مثلا الردان، مثلا الا شافتي غير حليب تيفيض تترد، يعني هذه حالات تتجي. كاين اللي تيكون عندها مثلا الردان مرتبط مثلا بالصفاره ديال الكوكوت، الا سمعت الكوكوت تتصفر تترد، لان مباشره تسمع الصفاره تترد، تجيها الريحه واخا هي الريحه ما كايناش وتترد. وكل واحد داكشي قلت كاين هناك الجانب النفسي. اذا هذه ديك فتره ديال الوحام اللي تيقولوا فتره عاديه. نعم، فتره عاديه اللي خاص حتى لونطوراج ديال المراه. يعني الناس اللي تيكونوا مع المراه خاصهم يتفاهموا هذه المساله. الزوج خصوصا استاذ بلاياشي نقولها بصراحه. اكيد لان هو اللي تيعاني بطبيعه الحال. يعني دائما وكما العاده خصو يصبر لان الروائح عندها واحد الدور بانها كتكون عندها كتزعج المراه الحامل، خصوصا ديك ياك، لان اغلبيه الرجال ما كيتفاهموش هذيك. يقول لك كيفاش الرائحه؟ رائحتي انا الرائحه ديالي ما عجبهاش. لان هذا كاين هناك حالات للاسف، يعني كاين تنعرف حالات للاسف ان كان هناك يعني وصلوا للطلاق خلال فتره الحمل، لان الزوج ما تفهمش هذيك المساله ديال ان الزوجه يعني ما بقاتش عجبها الرائحه ديالو. وانا يعني هذه فقط بين قوسين باش نقول للناس انهم يحاولوا ما امكن يعني يتسناو هذيك 9 شهور دوز. يعني هي 9 شهور يعني ماشي غير 3 شهور، كاين اللي تتبقى 9 شهور كامله، كاين اللي تتبقى 9 شهور كامله. فماشي عيب يعني الناس يحاولوا ينصحوا ماشي كل شيء، راه ماشي كل شيء باش الرجال ما يتخلعوش، ماشي كل شيء، ولكن بعض الحالات تتكون حالات خاصه فيصبر، يكون الصبر من طرف الزوجه والصبر كذلك من طرف الزوج، لانه مباشره بعد الولاده تتمشي هذه المساله هذه. وانا يعني باش نبقاو في الجانب الغذائي، يعني نحاولوا ما امكن ان يعني عاوتاني المراه ما خاصهاش تبقى احنا ما تنعموش، ولكن ما تزيدش فيه كما تنقولوا بالدارجه ديالنا، ما تعطيش اهميه بزاف، ما تبقاش مركزه. لان اسمح لي استاذ نبيل عياشي، لان بعض النساء في هذه الفتره كيحسوا راسهم بحال هما مرض، كياخذوا على اساس ان هذا مرض عندهم. كاين اللي تيتسناها باش يمرض، كاين اللي تيتسنى هذيك الفتره ديال الحمل، تيتسناها هو ملي تتعرف نهار الوراثه بان حملات حامله، تتولي تسنى فوقاش غتبدا ترد، وتتولي تسنى فوقاش ما تبقاش تعجبها الريحه. هذه مساله راه ماشي كلشي بعض المواد اللي تهرب منهم، بعض المواد اللي غادي يعجبوها ماشي وقتها وكخصها تاكلها، مقارنه مع التجربه ديال الصديقات ديالها ولا ربما الاخوات ديالها ولا العائله، تتبغي تعيش نفس التجربه، وهذا خطا. ترسخت لها في الدين ديالها بان هذا هو الحمل، لان فعلا يعني خصها تعرف بان راه كل واحد والحماله ديالو.
يعني يقدر واحد يجي مثلا ما تبغيش تاكل الاغذيه عندها فقدان الشهيه، ولكن ماشي ضروري انت غتصابي بفقدان الشهيه. داكشي علاش الجانب النفسي خاصها ملي تدخل لهذه فتره الحمل تعرف بانها بالعكس تكون مستعده. لان كاين هناك نساء اللي تيجيو لفتره الحمل وتيدخلوا لفتره الحمل وتياكلوا كل شيء وتدوز فتره الحمل باحسن الظروف بلا ردان بلا حتى شي مشاكل صحيه. فاذا كان هناك استعداد يعني نفسي بالنسبه للمراه غادي يمكن نتغلبوا على هذه النقاط. ولكن الا طحنا في هذه النقاط هذه انا كيف ما قلت يعني نحاولوا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. لان الا مشينا طحنا فقدان الشهيه عند المراه ما بقيناش نتناولوا اغذيه عند المراه الحامل، يعني هذا تاثر بشكل كبير عليها وعلى ظهور الحليب من بعد الولاده وعلى الجنين كذلك. نعم. اذا استاذ نبيل العياشي دائما تنقولوا حنايا الحاجه اللي غنوصلوا لك خصنا نستعدوا لها قبل. يعني هل المراه الحامل قبل ما تكون زعما حامل يعني ملي كتكون عندها واحد الهدف بانها غتحمل واش عندها استعدادات قبل الحمل خصوصا بالنسبه للوزن؟ ياك بالنسبه للوزن الا كانت هناك زياده في الوزن ضروري انها ترجع للوزن المثالي ديالها. يعني اذا كان عندها زياده في الوزن خصها دير ريجيم قبل الحمل ضروري. ضروري يعني الشيء ربما تعطل بشهر ربما تعطل بشهرين ربما تاخر 3 شهور، ولكن نقص عليها الوزن ديالها وعاد تبدا فتره الحمل باش ما يكونش هناك مضاعفات كثيره خلال فتره الحمل. لان هذاك الزياده في الوزن وجود هذاك الشحوم داخل الجسم ديالها تيقدر يؤدي الى ظهور داء السكري، يقدر يؤدي الى مشاكل ارتفاع في الضغط الدموي، يقدر يؤدي الى مشاكل ديال الكوليسترول والثلاثين جليسيريد، يقدر يؤدي الى مجموعه المشاكل اللي تقدر المراه تعيشهم في فتره الحمل واللي هي في غنى عنها، اللي هي ماشي غدر ليله وغدر الجنين بالتاكيد. يعني فمن الاحسن ان يكون هناك استعداد، والاستعداد كما قلت يعني استعداد بدني وحتى استعداد نفسي. بالفعل حتى استعداد نفسي خصو يكون حتى بالنسبه للجانب الغذائي. لان علاش الرضيع منين تياخذ من الجسم ديال الام ديالو، فاذا كانت الام ديالو عندها نقص في احدى المكونات الغذائيه فحتى الجنين غيكون عنده نقص في احدى المكونات الغذائيه. كانت الام عندها مكونات غذائيه كافيه فحتى الجنين غيكون عنده مكونات غذائيه كافيه. لهذا فالمراه خصها تعرف بان قبل ما توصل لفتره الحمل خاص يكون اصلا النظام الغذائي ديالها جيد. خاصها تستعد قبل. الا كان النظام الغذائي ديالها غير جيد فمنين غتوصل الفتره ديال الحمل ربما غتزيد طينه بله، لان غيولي الجنين تياخذ من عندها، ما غاديش تبقى تاكل مزيان، ما غادي يكون عندها نقص في الفيتامينات. يعني النقص في الفيتامينات خلال فتره الحمل ربما السبب ديالو تقدر يكون قبل الحمل. يعني هي اصلا قبل الحمل عندها نقصان، ومنين جات فتره الحمل ضعفت المساله. اذا الاستعداد كيبقى دائما قبل من تكون حاله حمل عند السيده خصها تستعد لها قبل، خصوصا بالنسبه للزياده ديال الوزن والتغذيه ديالها تعيد فيها النظر. لان علاش يقدر مثلا يقدر يطيح في المشكل اللي هضرنا عليه قبيله ديال الردان مثلا. فاذا طاحت في المشكل ديال الردان وهي اصلا عندها نقص في الفيتامينات ونقص في الوزن مثلا غيكون عندها مشكل. الا طاحت في الردان وهي عندها الجسم ديالها عادي فهنا المضاعفات غتكون اقل. بالفعل. اذا المضاعفات كنتمناو دائما تكون اقل دائما بالنسبه للحمل والتغذيه لك سيداتي. فسنتابع استاذ نبيل العياشي مع بقيه هذه المعلومات وهذه النصائح مباشره بعد عناوين اخبار الظهيره. فنتمنى بان تكونوا دائما معنا مستمعينا في الاستماع. عدنا معكم مستمعينا، وموضوع اليوم في الأسرة والتغذية، التغذية والمرأة الحامل. فبالتأكيد نتمنى بأن يكون الجميع معنا في الاستماع، نستفيد جميعا مع معلومات ونصائح من طرف الأستاذ نبيل العياشي اختصاصي في علم الحمية والتغذية. إذن أستاذ نبيل العياشي رجعوا الآن مع كما ذكرتي في الحصة الأولى أو في الفقرة الأولى من البرنامج أن الهدف من التغذية المناسبة والسليمة للحامل هي تحقيق طبعا نمو صحي وطبيعي للجنين، وكذلك توفر الحليب بالنسبة للأم باش ترضع ولدها كما يجب. إذا ما هي الأغذية التي يمكن أن تحقق هذه الأهداف؟ إذا شنو خصها تأخذ هذه المرأة الحامل؟ نعم، فباش السيدات يفهموا مزيان هذه المسألة هذه ديال شنو خصها تأخذ المرأة الحامل، واللي هو سؤال أغلبية الناس تطرحوه، فأنا نشرح لهم هما غادي يجاوبوا الرسوم. امتحان. فالجنين هو فترة نمو، وإحنا قلنا في النصف الأول من البرنامج بأن من بين الأهداف كيف ما قلتي هو النمو الجيد للجنين، جيد والصحي والسليم. نعم الجنين فعلا. فهذا النمو الجيد والصحي والسليم بالنسبة للجنين شنو تيتطلب؟ تيتطلب مكونات غذائية اللي غتلعب هذا الدور هذا،
وإحنا دائما نقول بأن ما كاينش هناك غذاء كامل، كل غذاء يكمل الآخر. نعم. أشنو تعني هذا؟ تعني وأن النظام الغذائي عند المرأة الحامل هو نظام غذائي متنوع، هو نظام غذائي يحتوي على جميع المكونات الغذائية وعلى جميع الأغذية المتواجدة باش يمكننا نسدوا الاحتياجات ديالها وديال الجنين ديالها. النساء اللي تجي لفترة الحمل وعاد تيبقاو يتشرطوا لا انا ما تعجبنيش الخضره، لا انا ما تعجبنيش الديسير، لا انا ما تعجبنيش الحوت، لا انا القطنيه ما عندي ما ندير بها، لا انا اللوز ما تعجبنيش. هذا خطا. علاش خطا؟ لان بعدم ادخالك الغذاء من الاغذيه تعني عدم وجود كميات كافيه من المكونات اللي كاينه في هذاك الغذاء، يعني عدم وجود ولا عدم القيام بالدور ديالو داخل الجسم ديال الابن ديالك ولا الجنين ديالك. يعني هذه هي النقطة اللي بغيت نفسر لهم واللي بغيت نشرح لهم. يعني النساء يحاولوا داكشي علاش قلت انا في الاول ما تبقاش ديها غير في راسها. نعم. هذيك ديها غير في راسها من جميع النواحي. هي الامور مشات هكا. الله سبحانه وتعالى عرف بان النساء يقدروا يتقبلوا، يقدروا يصبروا، يستحملوا. احنا رجال ربما ما نقدروش. فيعني الله يحسن العوان، يعني الله يسمحنا من الوالدين كما تنقولوا، خصوصا من الوالده. ولكن يعني خاص المراه خلال هذيك الفتره ديال الحمل تعرف بان راه الجنين ديالها محتاج لجميع الأغذية والجميع المكونات الغذائية، وهنا فعلا خاص يكون هناك تنوع غذائي بما تحمله الكلمة من معنى. يعني خاصة تحاول في الأسبوع تأخذ جميع الأغذية اللي هي موجودة عندها دايرة بها. أشنو تعني هذا؟ تعني بأن خاصة تأخذ شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا. علاش؟ باش يدوز الحمل بدون مضاعفات، بدون مشاكل، بدون مشاكل. لأن المشكل اللي تكون عندنا، نعطيك على سبيل المثال النقص الحاد اللي كاين عند النساء الحوامل في فيتامين دي. نعم. واللي هو تيقدر يؤدي الى نقص حاد في الكالسيوم، اللي يقدر يؤدي الى مشكل على مستوى العظام. لا بالنسبه لا كاين مشكل ديال فقر الدم كذلك، لا بالنسبه للام لا بالنسبه للجنين. فقر الدم كذلك اللي يقدر يكون عنده علاقه مباشره بالحديد، يقدر يكون عنده علاقه مباشره بالنحاس، لان كاين علاقه ما بين فقر الدم والنحاس. فيقدر يكون عنده علاقه بفيتامين بي، فيتامينات المجموعة باء اللي هي بي 9 وبي 6 وبي 12. فهاد الفيتامينات هذه، لأن الأملاح المعدنية والفيتامينات الدور ديالها يتكامل فيما بينها. كاين هناك علاقة ما بين كل ملح معدني وفيتامين، ما بين فيتامينات في بعض ما بيناتها، ما بين الأملاح المعدنية ما بيناتها. يعني مثلا غير الحديد، احنا عطينا غير الحديد. فملي تنهضروا على فقر الدم، فقر الدم يقدر يكون عنده علاقه بالحديد، يقدر يكون عنده علاقه بفيتامينات كيف ما قلت المجموعه باء، يقدر يكون عنده علاقه بالنحاس، يقدر يكون عنده علاقه بفيتامين سي. يعني فيتامين سي تترفع من الامتصاص ديال ماده الحديد. فيعني ما تكفيش هذا، لان الناس يقول لك ايوا عندها فقر الدم عطيها اللحم، عطيها الكبده. هذا خطا. نعم ربما يكون سبب هو هذاك المساله، ولكن كاين اسباب اخرى. يعني راه القطاني تقدر تكون سبب من الاسباب ديال فقر الدم. القطاني يعني العدس، الحمص، اللوبيا، البصره تقدر تكون سبب من الاسباب ديال فقر الدم. نعم. الحبوب الكامله، عدم تناول الحبوب الكامله تقدر تكون سبب من الاسباب ديال فقر الدم، لان هي اللي غنيه بفيتامينات المجموعه باء. لهذا شنو يعني ان المراه الحامل ما تبقاش تركز على مجموعه غذائيه معينه. نعم. ما تقولش راني تناكل الخضر الفواكه وصافي بارك عليا. علاش؟ لان بعدم ادخالها الاغذيه الاخرى، حيت كل غذاء تيمتاز بمكون غذائي فيه بزاف. لان مثلا ملي غنمشي للفواكه غنعرف بان فيها السكريات الطبيعيه، الخضر ما فيهاش السكريات. مثلا البوتاسيوم فيهم بجوج، ولكن هذه تتمتاز على هذه. فما يمكنليش نقول انا صافي غناخذ غير. حتى ابعد من هذا، حتى القطاني خصها تبدلهم، ولكن احنا ما بغيناش ندخلوا في تفاصيل اكثر. الا تعجبها مثلا، الا تعجبوها كلهم اليوم تاخذ العدس، بعد اللوبيا، بعد البصره. الا تعجبها غير العدس اللهم تاكل غير العدس ولا ما تاكلش مره. لهذا فالنظام الغذائي ديالها خاصو يمشي بواحد الشكل ويمشي بواحد الطريقه ديال انه تكثر من التنوع الغذائي، ولكن ما تكثرش من الكميه. نعم. نعم
تفضل. لا تفضل انت. يعني راه ماشي الكميه، الجوده ماشي لا كونتيتي، لا كاليتي ديال لي زاليمون انجيري شاك جور بور ساتيسفير هذوك لي بيزوان ديال هذاك الجنين، لان هذاك الجنين انا تنعاود نقولها هو تيتبنى تيتصايب تيتقاد. نعم كيتكون هذاك الاساس باش على المدى البعيد كيفاش غتكون صحته ديال هذا الجنين، وهنا كيفاش غادي يخرج، واش يخرج فيه 2 كيلو ولا 2 كيلو ونص ولا 3 كيلو ولا 3 كيلو ونص. يعني هنا كيكون يعني الوزن ديال الجنين كيكون علامه بان واش كان عايش في واحد البيئه داخل البطن ديال الام بصحه جيده ولا لا. نعم. الوزن ما تيبقاش دائما علاش؟ لان هذيك 3 كيلو واش جايه من اغذيه اللي هي جيده ولا جايه من اغذيه اللي هي كارثيه، اغذيه اللي هي غير صحيه. يعني فالمراه خصها تعرف بان عندها واحد المسؤوليه بالنسبه امام الله سبحانه وتعالى بالنسبه لهذيك الجنين ديالها، لان هي اللي مسؤوله عليه. يعني كيف يعقل اختي سعيده، يعني هذه فرصه وانا نبغي نقولها فيما تتيح لي الفرصه، كيف يعقل ان ام حامله تدخن؟ هذه مسألة يعني مرفوضة بكل صراحة. يعني نعم، مع كامل احتراماتنا للنساء اللي تيدخنوا، ولكن الله يجازيكم بخير. يعني فكروا في هذاك الجنين، اشنو ذنبه انه يدخل الجسم ديالو نسبة من النيكوتين وهو ما دار حتى شي حاجه. هي نورمالمون استاذ نبيل العياشي خصها تبعد، وكذلك الناس اللي كيدخنوا ما يدخنوش. حتى الاب ماشي غير الام، انا كنهضر على الاب ولا لونتوراج ولا اي واحد يحترم ديك السيده الحامل، بالاحرى انها تكون هي اللي مدخنه. اذا دائما في اطار المشاكل اللي كتظهر في فتره ديال الحمل استاذ نبيل العياشي بجانب فقر الدم، كاين السكري اللي كيبان كذلك عند هذه المراه الحامل في هذه الفتره بالضبط. كاين هناك مشكل ديال السكري فعلا اللي عنده علاقه كذلك بالجانب الغذائي، عنده علاقه يقدر يكون عنده علاقه بجانب اخر، ولكن كاين بعض الحالات تظهر اللي عندها علاقه بالاكثار من تناول السكريات. هنا يعني لو ديابيت جيستاسيونيل اللي تيبان عند المراه الحامل اللي خاصها ترد البال معاه. داكشي علاش قلت انايا ان المشي مثلا هو مساله اللي خاصها تكون مصاحبه لطيله فتره الحمل بالنسبه للمراه. دائما تنقولوا المشي خصو يكون مصاحب في جميع المراحل ديال الحياه ديال الانسان. علاش؟ لان فتره الحمل غنحرق هذيك السكريات. يعني المشكل اللي توقع عند المراه الحامل هو ان كيف ما قلنا في الفقره الاولى ان مباشره ما تتعرف الحمل صافي الجلاس ما تتنوضش ما تتحركش. نعم شويه ديال الفشوش، الا كانوا شويه ماشي مشكل. الا كانوا شويه ماشي مشكل، الله يسامح تستاهل، خصها ما يكونوش بزاف. فمني تيكون المراه ما تتبقاش تتحرك، هنا تيولي عندها مشكل ديال ان ارتفاع في الكوليسترول، ارتفاع في نسبه السكر في الدم. علاش؟ لان ما تتحرقش، لان داكشي اللي تدخلو تتخزنو، وهذا تؤدي الى زياده في الوزن، تؤدي الى السمنه. من غير المشي اللي ما كتكون بعض الخطرات او بعض الاوقات السيده الحامل تنصح بعدم المشي لان كيكون عندها مشاكل في الحمل استاذ نبيل العياشي. احنا في هذه الحالات حالات خاصه. نعم حالات خاصه. يعني التغذيه هنا غتختلف. اكيد تختلف. كاين حتى بعض الحالات مثلا ان النساء تتنفخوا لهم رجليهم مثلا اثناء فتره الحمل. نعم. فهنا تنصحهم باش انهم يبعدوا على الملح على مدى الصوديوم. علاش؟ لان انتفاخ في الرجلين يعني بالنسبه للدوره الدمويه وحتى بالنسبه للجسم ديالهم يعني شي حاجه اللي غادي تضرهم. فهذه كلها تتبقى. حنا تنهضروا بشكل عام. نعم. بالنسبه للحالات الخاصه يعني ضروري خاص، لان هذه مساله كذلك اللي خصنا نشيروا لها، ضروري ان المراه مباشره بعد تطيح في الحمل ضروري خاصها تبقى متابعه من طرف اختصاصي بالتاكيد. يعني في الاطباء المختصين في التوليد يعني ضروري خاص تكون هناك متابعه، ومتابعه تكون دقيقه وتحترم المواعيد ديالها. نعم. لان باش نتفاداو كل ما هي مشاكل اللي تقدر تاثر، لان بعض الاحيان تقدر يكون مشكل بسيط صغير لو اننا نعرفوه في البدايه ديالو ما ياثرناش لو اننا نعرفوه حتى النهايه. لهذا فالمراه بشكل عام يعني من بين الامور اللي هي مهمه بالنسبه لها هي الابتعاد عن تناول السكريات بشكل كبير. وهنا تجي خصوصا بالنسبه للناس اللي تيجيهم المحم على شي حاجه حلوه، على الحلاوه خصوصا لي غاتو كيبقاو يتشهاو. يحاولوا يتناولوا الحلاوه الطبيعيه، يعني التمر، الزبيب، الكرموس، لي فخوي، لي جو دو فخوي. علاش؟ لان باش يدخلوا الجسم ديالهم هذيك الحلاوه ينقصوا من الحده ديال ديك الرغبه في تناول الاغذيه اللي هي حلوه بزاف، ويستافدوا منها كذلك. لان الاكثار من تناول السكريات بشكل كبير الاصطناعيه اكيد سيؤثر يعني على المرأة وسيؤثر كذلك على الجنين. وهذا ماشي هادشي اللي بغينا. احنا بغينا بأن المرأة أو الجنين يكون عندهم
واحد الجسم ديالهم اللي يمشي في طيله الفتره ديال 9 شهور في احسن ظروف. كنتمناو ذلك استاذ نبيل العياشي. مساله اخرى استاذ، هو بالنسبه كاين بعض الاغذيه اللي يمكن تخلق مشاكل في الحمل، نعم. مثلا وكذلك الاعشاب، نعم. وبعض الاغذيه مثلا كنوجدوا انها يمكن كتشربها بدون قصد، مثلا القرفه او اشياء اخرى، يعني نعم. هل هناك بالفعل هذه الانواع من الاغذيه اللي يمكن تسبب مشاكل في الحمل، يعني نعم. كاجهاض مثلا كيوصل حتى لحاله نعم. اجهاض؟ الحلبه مثلا. الحلبه؟ نعم. الحلبه الناس تيخلطوا ما بين الحلبه من بعد الولاده وحلبه قبل الولاده. هما تيسمعوا بان الحلبه يعني من بين الاغذيه المضره لماده الحليب من بعد الولاده، حيت تنجيبوا الدجاج بلدي بالحلبه والعدس والمساخن للمراه النافسه، هذا يساعدها في اضرار ماده الحليب. هذه بعد الولاده. بعد الولاده يعني ديك المرق ديال الدجاج مع ديك معروفه تريد تعطيو التريد في للاسف ما بقاش هذا الشيء دابا ترومبلاص هذاك الشيء بالشكلاط وبالحلاب. اكيد خصو يكون هذا صحي مزيان. نعم اكيد خاصو يكون، ضروري خاصو يكون. يعني الدجاج البلدي بالرفيسه في العديسه في الروج ديالها ديال الدجاج البلدي بالرفيسه ديالها بالحلبه ديالو بالمساخن ديالو خاصو يكون. هذا مفيد بزاف، تيطلع الحليب علاقه كبيره ديالو مع الحليب. يعني هذه ربما نشوفها بتفاصيل في الموضوع. غير هو الناس تيخلطوا. الوغ شنو تيديروا؟ تتقول لك فعاد ما ناخذو حتى نولد، راه ناخذو قبل ما نولد في الحمل، وهذا يقدر يؤدي لفوس كوشي، يعني يقدر يؤدي للاجهاض. يعني الحلبه بالنسبه للمراه الحامل يعني خصها تبتعد عليها بشكل نهائي، ماشي غير الحلبه، يعني مجموعه ديال الاعشاب المراه الحامل للاسف خاصها تبتعد عليها. وهنا يعني نقولوها يعني بكل صراحه ان بعض الاحيان يعني تكون هناك نصائح فيما يخص بعض الاعشاب بالنسبه للمراه اكسبري باش نديروا لها الاجهاض. يعني تيكون مثلا نعم كاين هناك حالات يعني للاسف هادشي كاين حالات انتقام ولا حالات عدم الرغبه، ولا مثلا تتلقى شي سيده مثلا ما تتولدش، عندها شي وحده في عائلتها مثلا حملات ولا هذا، فما تتبغيش انها تهذا، فتتعطيها بعض الاغذيه ولا بعض الاعشاب، تقول لها راه سمعت مزيانين للحمل الى اخره، باش انه يكون سمع حتى واحد ما خصوش يسمع لواحد الاخر. اكيد يعني خاصها تمشي بطبيعه الحال، خاصها تمشي في نظام غذائي عادي جدا، نظام غذائي يعتمد على الأغذية العادية، الأغذية الموجودة، الأغذية اللي معروفة بأن ما عندهاش مشكل، وتبتعد على إدخال الأغذية عن طريق بعض الإشاعات ولا عن طريق ذاك القيل والقال، ورا فلانة ورا فلان وفلانة دارت وفلانة دارت وفلانة هذيك هاد عن فلانة راه دارت ودارت، هي اللي تتخلق لنا مشاكل. ماشي غير عند فرق المرأة الحامل، مشاكل كثيرة، والمرأة الحامل كذلك تقدر تكون معرضة إلى القصور الكلوي. يعني لانسوفيزونس رينال تقدر تجي كذلك بالنسبه للمراه الحامل. يعني المراه الحامل هي معرضه لمجموعه ديال الاخطار. يعني نتمنى الله سبحانه وتعالى ان كل شيء يدوز في احسن ظروف، ولكن خاصها ترد بالها كذلك. يعني خاصها ترد البال من الجانب الغذائي باش انها ما تدخلش الجسم ديالها شي عشبه او شي مكون غذائي اللي هي ما متاكداش منه بانه اذا كانت المراه قاريه وفاهمه تدخل الانترنت وتقرا وتشوف وتعرف وتسول الطبيب ديالها المعالج. ما كانتش قاريه تعيط للطبيب المعالج تسولو، سينو تبعد منه، تبعد من هذيك العشبه ولا تبعد من هذيك الاغذيه اللي هي ما عرفهاش، باش ماشي توصل حتى لواحد الفتره ولا قدر الله يوقع لها مشكل من المشاكل اللي هي في غنى عنه واللي هي بعيده عليه وما محتاجالوش. اذا التوعيه فقط استاذ نبيل العياشي، يعني الاعشاب ممنوع على المراه الحامل، بعض التوابل مثلا كنسمعوا حتى القرفه كيكثروا منها، هي الاعشاب كلها بالنسبه يعني ماشي غير بالنسبه للمراه الحامل، بالنسبه للاشخاص العاديين عادله بالنسبه للمراه الحامل. يعني خاصهم يبعدوا منها. علاش؟ لان هي الاعشاب خاصها تخاد بمقادير، وخاص المزج بين جوج العشبات ولا ثلاثه ولا اربعه. يقدر العشبه اللي خديتها بوحده ما دير لك والو، ولا خديتها ماشي حاجه عاد دير شي حاجه. فهو موضوع معقد جدا بالفعل. لهذا فمن الافضل الابتعاد، يعني نخليو الاعشاب ما عندنا ما نديروا بها. ان المراه الا بغات يكون عندها الحليب راه يكتفي باش انها تاخذ اغذيه متوازنه، اغذيه متنوعه، عفوا اغذيه اللي هي ديال الموسم، باش يمكن انها تحقق هذا الهدف ديال ان يجيو عندها الحليب مباشره بعد الولاده. اما الا بقات تتلعب في الاغذيه ديالها وتتلعب في النظام الغذائي ديالها، فاكيد انها غيكون عندها مشاكل من بعد اللي تقدر انها الا ما درتهاش هي تقدر تضر الجنين ديالها، لان تقدر تكون هناك تشوهات خلقيه بالنسبه للجنين اللي تقدر تكون ناتجه على مكون من المكونات الغذائيه اللي هي دخلته. نعم بالفعل. ولهذا فيحاولوا حتى بالنسبه للمكملات الغذائيه خصهم ياخذوها بالاستشاره ديال الطبيب ديالها.
وقلنا في حالة ما إذا كانت كتعاني من كثرة التقيؤ، خاص المرأة الحامل تتبع النصائح ديال الطبيب المعالج 100%، لأنه هو ملي غادي التحاليل غادي يشوف بأن هذوك التحاليل راه كاين نقص في إحدى المكونات الغذائية اللي خاص المرأة تاخذ مكملات غذائية باش تعالجه. أما باش تبقى المرأة كما تنقولوا تزيد من عندها فهذا خطأ، أو لا تسمع إشاعات. نعم بالفعل. إذا غنرجع معك الآن أستاذ نبيل العياشي، ذاك الطبق اللي كيتعطى للسيدة الحامل ملي تتولد، دجاج بلدي، الوصفة اللي خصنا نعطيوها بطريقة بحال اللي قلنا صحية. هي المرأة الحامل خاصها يعني تمشي، يعني كاين بعض الأغذية اللي تثبت علميا أن عندها علاقة مع إضرار الحليب، على رأسهم يعني الشعير. هنا ماشي النخالة ولكن الشعير. يعني ناخذوها كخبز مثلا، كخبز أو كحسوة شوربة ديال بلبولات الشعير، لأن معروف أنها تساعد في إضرار مادة الحليب. كذلك الدجاج البلدي ماشي الرومي، كنصايبوا الصوبة معروفة ديك الشوربة أو الصوبة بالبلدي كيعطيوها نفيسة. نعم هذه خصها تشربها، هذاك الماء خصها تشربو، أو لا الرفيسة كلها يعني اللي تتصايب بالمسمن بالحلبة بالعدس بالمساخن وفروج بلدي تتعطى. نعم تتعطى للمرأة الحامل بالمسخن تيديروا فيها. نعم هذا ماشي مشكل. كذلك القطاني والفواكه الجافة هي تتعطى للمرأة في الأيام الأولى من بعد الولادة. هذا كلها تساعدها في إضرار مادة الحليب. أما إلى المرأة من بعد الولادة بدأت تدخل في الحلويات وتدخل في الأمور اللي ولات منتشرة الآن للأسف، فأكيد أن ما غيجيهاش الحليب، لأن هي مسألة 1+1=2. نعم درتي غذاء طبيعي دخلتي الجسم ديالك غيكون عندك حليب، دخلتي غذاء غير طبيعي وغير صحي للجسم ديالك راه ما غيكونش عندك الحليب. بالفعل أستاذ نبيل العياشي، بغيت غير نقطة مهمة أخرى اللي ما نتغفلوش عليها، المرأة اللي كتكون مصابة بداء السكري وكتكون باغية تحمل أو كتحمل، إذن الاحتياطات بالنسبة للتغذية في هذا المجال هذا هي بالنسبة لجميع الأمراض المرأة اللي بغات تحمل، لأن كاين هناك بعض الأحيان لأن الأدوية كذلك، لأن المرأة كيف ما كانت عندها المرض خاصها منين تعول باش أنها تحمل تستشر الطبيب ديالها، لأن النساء للأسف تظنوا بأن الحمل هو صافي بغيت نحمل بين غد عشية وضحى غادي نحمل وما عنديش مشكل ما يأثرش، لا، لأن يقدر هذيك الأدوية تأثر سواء عليها أو لا على الجنين ديالها. لهذا فالطبيب المعالج تنصحها تقول لها مثلا الا بغيتي تحملي راه خصنا نقصوا من هذا الدواء ولا خصنا نحيدوا هذا الدواء ولا خصنا نزيدوا في هذا الدواء باش يدوز الحمل في احسن الظروف بدون مشاكل. اما الا بقات المراه يعني هي منها لراسها تتلعب كيف ما بغات في الادويه، او لا تقول لك وانا غادي نبداو نحيد الانسولين ولا انا غادي نبداو نحيد هذا ولا نزيد في الانسولين ولا فهذا خطأ. على داك الشيء بغيت انا نركز على السكري، لانه هو من الامراض الشائعه جدا، والاغلبيه ديال النساء اللي كيكونوا عندهم الانسولين كيبقاو يوقفوا الانسولين او ما تاخذوش الحبوب، يمكن ياخذوا الكنينه ما كياخذوهاش وكيعتمدوا على الاغذيه، ومن بعد كتبقى توحم بحال قلنا على مسائل على السكريات. يعني هو هنا بالنسبه لداء السكري بالنسبه للمراه الحامل، لان كاين نقطه كذلك اللي هي مهمه، ماشي غير قبل الحمل، حتى اثناء الحمل خصها تكمل في القيام بالتحاليل ديالها. نعم. لان احنا قلنا بان داء السكري يقدر يبان في اي لحظه. نعم نعم. وبالتالي حيت كاين نساء اللي شحال ديما شتي طبيب 6 شهور ولا تتشوفوا في الاول ومن بعد تتسنى حتى تجي الوقت ديال الولاده. بكل صراحه هذا خطا. نعم ربما كاين هناك الجانب المادي، ربما كاين هناك الجانب المالي، ربما ولكن يعني راه الصحه ما عندها ثمن، يعني نحاولوا ما امكن تلعكز ياك كاين بزاف كتقول لك وصافي اللي غيقول لي دابا راه قالوا لي ولا راه اختي كان قال لها ولا صاحبتي دارت معاه ولا هذا. نعم فهذه للاسف هذه اخطاء شائعه. يعني النساء الحوامل خصهم يعرفوا بان النظام الغذائي ديالهم نظام غذائي خصو يكون صحي طبيعي متوازن متنوع، ولكن الاستشاره ديال الطبيب المعالج تتبقى نقطه من اهم النقط بالنسبه للمراه الحامل. اذا في الختام استاذ نبيل العياشي، بغيت تعطيني كخلاصه بالنسبه للتغذيه والمراه الحامل، شنو مشاكل اللي يمكن لها تظهر اذا كان هناك عدم تناول اغذيه متوازنه صحيه سليمه؟
اولا عدم اتباع حميات غذائيه خاصه بالوزن اثناء فتره الحمل. يعني بعدوا على الريجيم في الفتره هذه باش يضعفوا خلال فتره الحمل. ثانيا القيام بالحركه. ثالثا يعتمدوا على الاغذيه الطبيعيه الموسميه. اذا كان هناك تقيؤ ولا كان هناك ردان يمشيوا عند طبيب معالج باش يعطيهم مكملات غذائيه. الاستشاره ديال الطبيب المعالج في اي خطوه بغاو يديروها خص ضروري الاستشاره ديال الطبيب المعالج. اذا كانت عندهم ادويه يمشيوا عند الطبيب قبل ما يمشيوا لفتره الحمل. كان الطبيب يعطيهم ادويه خصهم يحترموها، ولكن ما تبقاش المراه يعني هي 9 شهور صحيح انها فتره شيئا ما طويله، المراه تتعيا الله يحسن العوان، ولكن خص يكون هناك صبر، وخص المراه كذلك تاخذ الامور ما تاخذهاش بحساسيه كبيره ولا بواحد المساله اللي هي صعيبه. امور عاديه يعني غدوز مساله غدوز بطريقه عاديه بشكل عادي، تاخذها بشكل عادي جدا، لان اذا كان هناك الجانب النفسي مزيان راه حتى هي غادي تدوز الامور ديالها مزيان. الا هي الجانب النفسي ديالها كل مره تتقول ما عرفت مالي ما عرفت شنو غيوقع، خصني نتقيا خصني نرد غير صاحبتي كنت هدي، فانا اكيد ان الحمل غيدوز ديالها غيدوز بيرتوربي، يعني ما غيكونش هناك واحد لا ستابيليزاسيون في الحمل ديالها. وهذه المساله اللي تنبغينا نتفاداوها، لان كيف ما تنعاود نرجع الهدف الاول هو الجنين عاد المراه من بعد. بالتاكيد. ونضيف فقط استاذ نبيل عياشي كما ذكرتي سابقا، المراه اللي غتبع حميه خصها تبع قبل أكيد. الحمل، خصوصا اذا كانت عندها زياده في الوزن، لان هذه الزياده في الوزن تقدر تخلق مشاكل وامراض حنا في غنى عنها، أكيد. كمرض السكري، ارتفاع الضغط الدم، تسمم الحمل الى غير ذلك. اذا هذه الفتره استاذ نبيل عياشي هي فتره سعيده خصنا المراه تعيشها كذلك بالسعاده وفي الصحه الجيده، وكنتمناو لها طبعا الصحه والعافيه، ولكل النساء كنقول لهم مبروك، الله يكمل عليهم بخير وكنتمناو كذلك الصحه والعافيه لجميع مستمعينا. والف شكر استاذ نبيل عياشي على كل هذه المعلومات. شكرا. كنتمناو نلتقيو في الاسبوع القادم باذن الله في نفس الموعد نفس المحطه، لكن موضوع اخر جديد. كنذكروا فقط المستمعين ديالنا يمكن يتفاعلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك، كذلك عبر تويتر هاشتاغ اسره. فنحن هنا لتحقيق كل الطلبات والرغبات لاسئلتكم. الاستاذ نبيل عياشي مستعد اكيد. احنا من اجل المستمعين يعني راحتهم واستفادتهم هي هدفنا، يعني اذا هذا هو الهدف ديالنا، هو الصحه للجميع، صحه جيده بالتاكيد، على امل بان نلقاكم الاسبوع القادم باذن الله. لكم منا اطيب التحايا والى اللقاء.